هل مصر هتضرب سد النهضة؟ خصوصا واننا على بعد ايام من افتتاح السد، وبعد وجود قوات مصرية في الصومال جارة اثيوبيا، هل مصر عندها خطط وتحركات خفية؟ وليه القوات دي قلقة اثيوبيا؟ ويا ترى ايه قوة الجيش المصري قصاد قوة اثيوبيا؟ هل يقدر يعملها؟ اثيوبيا بتسوق للعالم دلوقتي ان مشروع سد النهضة هيحيينا، هو ده اللي اتعمل من عرق جبين شعبنا حسب كلام ابي احمد رئيس الوزراء، وكمان عينيهم قوية ورايحين يدعوا مصر والسودان يحضروا الافتتاح. طب هو ايه اللي مخليهم شايفين نفسهم مظاليم واصحاب حق؟ وايه اللي خلى وزير الري الاثيوبي ياكد ان السد مش هيضر مصر؟ ما بقاش في وقت، مصر والسودان فعلا خايفين وبقوا عايشين في تهديد. فهل فعلا اثيوبيا ممكن تقفل الحنفيه علينا في اي وقت، خصوصا وان في ايادي تانية داخله في اللعبه؟ انا محمود طولان، وتعالى نشوف الرابط بين تحركات مصر دلوقتي وتصريحات الرئيس قبل كده لما قال لا يليق بنا ان نقلق. بمجرد ما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية عن استعدادات لنشر قوات مصرية في الصومال، طبعا اثيوبيا ايديها اترعشت وقالوا في ايه، هو انتوا هتخوفونا ولا ايه؟ وطلع سفير اثيوبيا في الصومال وقال ان بلده معترضة على وجود قوات مصرية في الصومال، وان ده تحدي سياسي واستراتيجي للقوات الاثيوبية الموجودة هناك. بس الحقيقة ان الصومال مرحبة بوجود مصر، وقالت كمان ان الدعم ده مش جديد على مواقف مصر، وعشان كده وزير الخارجية الصومالي ما عجبوش تصريحات سفير اثيوبيا واستدعاه عشان يستجوبوا على تصريحاته اللي قالها في حق القوات المصرية. لكن ايه السبب فعلا ورا وجود القوات المصرية في الصومال؟ الحقيقة ان تقارير كتير طلعت تحلل هي مصر فعلا بتستعد، والكلام كان ان وجود مصر في الصومال المرة دي ضمن قوات حفظ السلام، وان وجودها عامة في الصومال مش جديد، وان في تعاون عسكري بين الدولتين من الخمسينيات من ايام الاستعمار الايطالي، وكان في لجنة وساطة هناك ومصر شاركت فيها. كمان مصر كان عندها قوات في الصومال سنة 93 ولحد 95، وكمان سنة 97 عشان المصالحة الصومالية ومصر كانت وسيط فيها. لكن تحس الموضوع يقلق اليومين دول، خصوصا ان التقارب ده زاد مع وجود توتر بين مصر واثيوبيا واتفاق دفاعي. فهل مصر بتبعت رسائل، خصوصا ان تحركات مصر مش بس في الصومال لكن كمان اريتريا وجيبوتي؟ السياسيين والعسكريين قالوا ان من ناحيه اثيوبيا فمش جديد عليها المشاكل، وانها ماسكه في خناق كل الدول جيرانها، خصوصا وانها دوله حبيسه يعني ما فيهاش اي موانئ. فاثيوبيا دايما عندها احساس بالخنقه والخوف من اللي حواليها، ودايما اثيوبيا عندها مشكله في النوايا خصوصا مع مصر. وقالوا كمان ان مصر وجودها كان ضمن قوات حفظ السلام وتنسيق الامم المتحده، والاكيد ان احنا بندير سياساتنا على مزاجنا وحسب مصالحنا، وان تكون مصر موجوده في منطقه القرن الافريقي فده من حقها، خصوصا انها منطقه نزاعات كتير وانفصالات وصراعات كتيره جدا، وده غير اطماع الدول الغربيه في الاقليم ده، فمن حق مصر انها تتواجد في القرن الافريقي. لكن خلينا نتفق ان القياده المصريه عندها صبر استراتيجي رغم الضغط الشعبي لضرب السد، والدليل على ان مصر نيتها كويسه من ناحيه اثيوبيا هو توقيع اتفاقيه 2015، ولحد دلوقتي هي متمسكه بالاتفاق السلمي اللي بيرضي كل الاطراف. طب احنا بنقول لحد دلوقتي، يعني يمكن بعد كده الوضع يتغير، خصوصا مع تصريحات رسميه ان مصر هتدافع عن حقها في حاله وجود ضرر، فكل شيء وارد. بس هي مصر عندها القدره العسكريه اصلا لو عايزه تضرب السد، وده مع العلم ان الرئيس كان قال في 2021 لا يليق بنا ان نقلق. في تحليلات فندت القوتين، قالوا ان القوات المسلحه المصريه اقوى بكتير من الاثيوبيه، وان مصر عندها قدرات عاليه في القوات البريه والجويه مع بعض. وحسب موقع جلوبال فاير باور فمصر 19 من بين 145 دوله في قوتها وتجهيزاتها العسكريه، لكن اثيوبيا تعتبر ال 52. كمان الجيش المصري حجمه اكبر من 2.5 مرات عن الاثيوبي، وان مصر عندها دبابات ومدرعات 31 ضعف اللي عند اثيوبيا، ده غير ان عندها 215 طياره مقاتله قصاد 24 بس عند اثيوبيا، وكمان مصر عندها 81 مروحيه هجوميه مقابل 8 بس عندهم. البحريه المصريه كمان عندها حاملتين طيارات من فرنسا و8 غواصات، لكن اثيوبيا ما عندهاش اصلا بحريه من سنه 1996 بعد ما استقلت عنها اريتريا، عشان كده كنت بقول لك انها دوله حبيسه. طب لو فعلا مصر اتضررت من السد، ايه الاختيارات اللي قدامها؟ التحليلات قالت ان الاختيار العسكري البري شبه مستحيل، وده عشان طول المسافه اللي هي 1270 كيلو متر من الحدود الجنوبيه المصريه لموقع السد، ده غير ان ما عندهاش موافقات عبور من السودان او حتى اريتريا. لكنهم قالوا ان الاختيار الجوي هو الاقرب لو مصر قررت تتحرك، لان مصر عندها مقاتلات رافال واف 16. الطيارات دي ممكن تنطلق من قاعده اسوان او قاعده برنيس الجديده على البحر الاحمر، لكن المشكله اننا صعب نحدد نقطه الضعف في السد، وان لو حصل والسد اتضرب فدي كارثه
واحده هتهدد السودان ومصر معاها. والصعوبه الثالثه في الضربه الجويه ان اثيوبيا عندها نظام دفاع جوي اسرائيلي سبايدر من 2019، وده طبعا تهديد كبير جدا للضربه الجويه. والتحديات الكبيره دي تخلي احتمالات الفشل كبيره، والحقيقه الاكيده ان الاداره المصريه مش هتاخد خطوه فيها احتمالات فشل. ده غير كلام المحللين ان ده لو حصل هيضعف صوره الجيش المصري ومكانته عالميا، ده غير ان ده هياخد مصر لسكه عداء هي بتتجنبها دايما. طبعا في كلام على ان مصر ممكن تعمل قلق لاثيوبيا، لكنها اتهامات ومفيش اي جهه مصريه رسميه اقرت بيها، زي في 2020 لما حصل هجمات على 13 موقع رسمي في اثيوبيا واتهموا مصر بيها. وهنا هنروح لنقطه ثانيه، طب لو قلنا ما بلاش نسبق الاحداث، هي مصر يعني اتضرت فعلا؟ بص يا سيدي، مصر حصتها من النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب في السنه، السودان حوالي 18.5 مليار متر مكعب سنويا، وده حسب اتفاقيه بين مصر والسودان سنه 1959. اثيوبيا بقى ما كانتش طرف في الاتفاق ده اصلا، وعشان كده دايما بتقول انها مش ملزمه بيها. لكن وزير الري الاثيوبي كان طلع من ايام وقال ان سد النهضه مش هيضر مصر ولا السودان، بالعكس ده هينظم الميه ويقلل الفيضانات. فلحد دلوقتي ما اتضرناش ومصر ما تعرضتش لمشكله مباشره. بس ليه بقى؟ لان اول ما اثيوبيا بدات الملء في 2020 حصل فيضانات كبيره جدا، وبحيره ناصر اتملت لمستويات قياسيه، فامتصت الصدمه وربنا سترها. لكن ده مش معناه اننا في امان، لان العلماء بيأكدوا ان الخطر الحقيقي مش في السنين اللي فيها مطر وخير، لا، الخطر الحقيقي وقت الجفاف، وان الجفاف ده لو حصل واثيوبيا ما التزمتش بقواعد تشغيل، هنا بقى هتبقى الكارثه الحقيقيه، والميه اللي بتوصل لمصر هتقل. وهنا لما الميه تقل الزراعه طبعا هتتاثر، وكهرباء السد العالي برضه هتتاثر، ومصر ساعتها هتضطر تستورد اكل اكتر بكتير من اللي بتستورده دلوقتي بالدولار اللي هو ناقص اصلا. وبالرغم ان ما حصلش ضرر كبير وربنا سترها معانا لحد النهارده، لكن مصر بتدفع فاتوره ده غاليه جدا عشان تاخد احتياطها، لان في مليارات بتتصرف في تحليه ميه البحر، ومليارات تانية بتتصرف في محطات معالجه الصرف الزراعي. لكن هنا طبعا اثيوبيا بتصور نفسها قصاد العالم دلوقتي انها صاحبه الحق، دول كمان بيعزمونا على حفله الافتتاح واللي مصر والسودان طبعا رفضتها. وهنا هم بيصوروا ان كل هدفنا النهضه والتنميه، والرساله دي اكد عليها ابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا في تغريده كتب فيها ايه بقى؟ قطره دم، قطرة عرق، قطرة دمعة، قطرة مية. يعني بيقول للعالم ان السد ده مش مشروع نزاع، لا، ده رمز لصمود الشعب الاثيوبي، وان اللي بيعترض عليه هو اللي بيقف ضد النهضة. مع العلم ان الرئيس اكد كتير على حق كل دول حوض النيل في التنمية، وانه مش بيبص لمصلحة مصر والسودان بس. فهل فعلا السد مجرد حلم تنموي بري، ولا ورقة ضغط سياسية بتتوظف في اي لحظة ضد مصر والسودان؟ من اول ما بدأت اثيوبيا تبني سد النهضة في 2011 وهي بتحاول تمسك على مصر بالتحديد ورقة ضغط، وكل مرحلة ملء جديدة كانت بتتعمل من غير اتفاق، وكأنها بتقول اللي مش عاجبه يشرب من البحر. طبعا بعد اكتمال السد الموقف بقى أصعب على مصر، وأعلنت إن المفاوضات فشلت وإنها بتحتفظ بحقها لو وقع ضرر. وفي نفس الوقت مصر راهنت على إنها تاخد احتياطاتها داخليا، واللي اتكلمنا عنها من شوية، وإن ده بيكلفها كتير جدا، وده لحد طبعا ما تقدر توصل مع اثيوبيا لقواعد ملزمة للتشغيل وقت الجفاف. والسنة دي كمان أمريكا دخلت تاني على الخط بعد ما حاولت في 2020 توصل لاتفاق بين مصر واثيوبيا والسودان في فترة ترامب الأولى، لكن ساعتها اثيوبيا اتهربت. ومن تاني يجي ترامب يجيب سيرة سد النهضة ويأكد على أهميته لمصر، وده اللي خلى تقارير تقلق وتقول إن توقيت كلامه عن السد ما يطمنش، وده خصوصا في الوقت اللي أمريكا بتحاول تضغط فيه على مصر عشان تقبل بالتهجير لسيناء. طب هل يقدروا بكده يقفلوا الحنفية على مصر في أي وقت؟ الحقيقة هم يقدروا يقللوا التدفقات فجأة أو يوقفوها لفترة قصيرة، لكن عمليا قفل الحنفية بشكل كامل ولسنين مش وارد. بس ليه بقى؟ لأن اثيوبيا نفسها محتاجة تولد كهرباء، والتوربينات مش هتشتغل إلا بالمية، ولأن في مواسم الفيضانات المية بتعدي من المفيض غصبا عنهم. لكن الخطر الحقيقي في إنهم يضغطوا بتقليل تدفقات المية وقت الجفاف، ويوزعوا المية على مزاجهم، فيحطوا مصر قدام عجز في الزراعة والكهرباء. سد النهضة فيه بوابتين، اثيوبيا قالت إنهم كافيين لتمرير المية اللي محتاجينها جيراننا وقت الملء أو أي ظرف طارئ، لكن خبراء مصريين ردوا إن البوابات دي طاقتها محدودة مش كفاية عشان تمرر التدفقات اللي محتاجاها مصر أو السودان، وبالأخص ساعة الجفاف. وبعد اللي انت سمعته ده، انت مع ان مصر ما تستناش لسه الخطر يجي وتسبق بضرب السد أو تعطيله بأي حيلة أو شكل، ولا مع اللي شايفين إن فاتورة الحرب مش قليلة ونحاول نحلها بمشروعات مية ونكمل في التفاوض؟ قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك، وكالعادة شير الفيديو.